السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا خواتاتي في وصفة جديدة اللي هي لمونة الوهرانية. هاد الوصفة تجي بنينة بزاف وراني سيري تجربها، غادي تولي وصفة معتمدة عندها. لا وصلت بالتدقيق غادي تصيبوها على اليوتيوب. الآن نمروا لطريقة التحضير. في إناء نديرو 2 حبات بيض مع قرصة ملح، نضربوهم شوية ومن بعد نزيدو كاس معمر تاع سكر ما يعادل 200 غرام، نخلطوهم مليح باش يذوب السكر وتجينا لمونة خفيفة. ومن بعد نزيدو نص كاس تاع زيت ما يعادل 100 غرام، ونزيدو المنكهات اللي هي مغرف كبيرة تاع لافاني مبشور، 2 حبات تاع برتقال مبشور حبة ليم، نضربوهم. من بعد نزيدو 250 غرام تاع حليب يكون دافي. نوجدوا الخليط تاع الخميره اللي هي 25 غرام تاع خميره الخبز مع مغرف كبيره تاع سكر، ونزيدوا لهم شويه ما دافي، نخلطوهم حتى يولي عندنا القوام كيما العجينه، ما نجروهاش بزاف، نخلطوها ونخلوها تخمر على جهه. من بعد نرجعوا للخليط تاعنا الاول، نضربوهم مليح باش يذوب بيان السكر. ومن بعد نزيدوا الفرينه وواحد كيس خميره كيميائيه. هنا الفرينه غادي نستعملوا بين 750 حتى 800 غرام تاع فرينه على حساب النوع اللي تشربوا ولا ما تشربوش. شوفوا القوام تاع العجينه تكون شاده روحها باسكو غادي نزيدوا لها الخليط اللي وجدناه. من بعد هنايا نبداو نضيفوا الخليط تاعنا تاع خميره الخبز بشويه حتى تولي عندنا عجينه طريه وتتلاصق في اليد. ندلكوها غير شويه ومن بعد نديروها في الاناء، نغطوها ونخليها تخمر. بعد ما خمرت لنا العجينه تاعنا نبداو نشكلوا الكرات تاعنا. باش نتحصلوا على كرات متوسطه نستعملوا الوزن تاع 80 غرام، ودائما نديروا الزيت في يدينا باسكو العجينه تكون طريه بالبزاف باش ما تغبناش. ومن بعد نديروها في الصينيه، وخصنا نبعدوا بيناتهم باسكو غادي يضاعف الحجم تاعهم باش ما يلصقوش، نغطوهم ونخليهم حتى يضاعف الحجم تاعهم. هذه هي كيفاه يولوا. ومن بعد نضربوا حبه بيض ندهنوهم ديليكاتمون باش ما تفشلناش الحبه تاع لامونا تاعنا، وزينوهم بالسكر بالطريقه التقليديه. نكونوا سخنا الفرن مليح ومن بعد ندخلوا الحبات تاعنا كيطيبوا. هذه هي النتيجه النهائيه تاع الوصفه، تجي بنينه بالبزاف وتجي كالقطن. نتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي بغى التفصيل تاع هذه الوصفه بلي زاسيس تاعها غادي تصيبها بالتدقيق على اليوتيوب. تهلاو في رواحكم، سلام.